إخوة الأهلاوية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه خلصان اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم طبعا، وقد حصل اللي احنا كنا خايفين منه، المهزلة اللي هتحصل. طلع علينا بست قرارات، أهمها أول قرار اللي هو اعتماد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الرياضي 2026-2027، حيث يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بينما يشارك الأهلي وزد في كأس الكونفدرالية. 2. تشكيل لجنة تضم الأستاذ خالد الدرندلي والأستاذ طارق أبو العينين والكابتن حمادة الشربيني لتجديد بنود التعاقد مع الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أن تعرض اللجنة ما تتوصل إليه من بنود على المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد. 3. تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026-2027. 4. تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم. 5. الموافقة على مذكرة الأمين العام بشأن دعم الأندية الجماهيرية ونسبة البث التلفزيوني وجوائز المسابقات للموسم الرياضي 2026-2027. 6. الموافقة على لائحة الجهاز الطبي للفرق والمنتخبات على أن تبدأ العمل بها من الموسم القادم. تمام. دي الست قرارات اللي الاتحاد المصري اتخذهم وقال عليهم. تعالى بقى نروح في جزئية حلوة قوي. قريت انا حاجه حلوه قوي، تصريح للاعلام المحترم محمد سعيد، قالوا قبل ما الاتحاد المصري يطلع قراراته ويطلع بياناته. قال لك ايه؟ قال لك بغض النظر عن اللي يعمله الاتحاد المصري اليوم، يعني القرارات اللي هيطلعها اليوم، ولكن على حد معلوماتي اللي هو حد معلومات الاعلام المحترم محمد سعيد، ان الكاف هيراجع الملفات دي كلها، ملفات الانديه اللي هي هتشارك في سواء في بطوله افريقيا او في الكونفدراليه، ولن يعتمد اي نادي بسهوله، لان في اوراق كتير لم تكتمل، في اوراق كتير لن تكتمل ولم تكتمل. فده كان كلام الاعلامي محمد سعيد، وانا بتفق معاه في الكلام ده، ان فعلا الاتحاد المصري طبخ الطبخه ورمى الكوره في ملعب الكاف، بحيث لو الزمالك اترفض يبقى الكاف هو اللي رفضه. انا عملت اللي عليا، عملت الواجب معاك وزياده، ووقفت في ظهرك وساندتك واديتك عمولاتك واديتك فلوسك واديتك وقفلت عليك، دخلتك جوه الفرن في المطبخ، سويتك وطلعتك وبخليك تاكل. انا ده اللي عملته معاك كاتحاد كوره، وكتر الف خيرهم على المهزله اللي عملوها والفضايح اللي فاتحيننا فيها وسط الكاف. تمام. انا عايز بس اسال سؤال. هو اتحاد الكوره والاستاذ هاني ابو ريده لعبتهم هي اعتماد الاوراق الزمالك رغم وجود المخالفات دي كلها وقضايا في الفيفا؟ ده سؤال بيطرح نفسه. وبعدها يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني انتوا عملتوا كده، بعدين ايه اللي هيحصل؟ بس مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير. عايز اقول لكم على حاجه. بما انكم بقى انا اهلاوي زينا زي بعضينا، تعالى ندردش مع بعض في النقطه بتاعت دوري ابطال افريقيا تحديدا. احنا طبعا هتقول انت زعلان، اقول لك اه زعلان ان انا النادي الاهلي على طول بشوفه في دوري ابطال افريقيا، تمام، على طول بشوفه في كاس العالم، على طول بشوفه بينافس على البطوله، على طول بلاقيه بياخد البطوله. وطبعا احنا البطوله انتوا شايفين يعني غايبه عننا، بس الحمد لله على كل شيء. احنا اللي عملنا في نفسنا كده، احنا كاهلاويه، مش كجمهور، كمجلس ادارتنا ولاعيبتنا هم اللي عملوا فينا كده. مجلس ادارتنا اختيارات عشوائيه بيدفع ضريبتها دلوقتي، اختار لعيبه ملايين بيدفع ضريبتها دلوقتي. تمام. اتظلمنا من التحكيم، اتظلمنا، بس مش كل حاجه التحكيم. احنا في متوشه ضيعناها في الدوري ما ينفعش اللي هي تضيع، لان كان معانا مدرب ما يفقهش حاجه في اي حاجه، اللي هو يسترب. ربنا يكحمه مطرح ما هو قاعد، ربنا يرحمه مطرح ما هو قاعد، وهو اللي وصلنا لكده. وكان بيساعده مجلس اداره النادي الاهلي، لان كان لازم الراجل ده يمشي يستر بده. اما خسرنا من مصرية الاتصالات في كاس مصر، وطلعت هنا وقلت لازم يمشي، لازم يمشي. واغلب الاهلاويه المحترمين قالوا الكلام ده، تمام، لان احنا بنحب النادي الاهلي. احنا مش بنشجع فرد ولا شخص ولا اسطوره ولا احنا بنشجع كيان، بنحب كيان. قلنا ده لازم يمشي، لان ده فعلا كان لازم يمشي. ما كانش لا يصلح للنادي الاهلي، ما عندوش فكر، ما عندوش مع
يعني ما فيش يعني وكاد اجزم ان اخر 3 ماتشات النادي الاهلي مش هو اللي حاطط التشكيل، مش هو اللي كان عامل الاداء ده كله لما احنا كسبنا الزمالك والكام ماتش اللي ورا بعض 3، مش هو اللي عامل مش ده يستره. وجدع احلف لكم على هذا، لان فعلا احنا بنفهم كوره. ده ما كانش يفقه اي شيء في اي شيء، راجل تشكيلاته غلط، راجل كان معاه لعيبه بمليارات مش بملايين، بمليارات ما عرفش يستغلهم صح. فانت لو هتزعل ازعل على ناديك، ازعل كمان مجلس اداره، ازعل من اللعيبه هي اللي وصلتنا بكده. ايديهم اللعيبه دي قادرين يسكتوا كل الناس ده في الموسم الجديد اللي هيبدا. احنا كل اللي من علينا ان احنا بندعم. احنا وقت اما نلاقي الاهلي خارج عن المسار بنيجي نقول يا جدعان في كذا 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 في السوشيال ميديا، هنا بنطلع مع حضراتكم بنقول الكلمتين اللي احنا عايزين نقولهم بادب واحترام، وبنوصل صوتنا. وممكن تلاقي حد بيسمعنا من مجالس الاداره بتاعتنا المحترمين وبيوصل فكرتنا، سواء بيسمعنا انا، بيسمع اي حد تاني محترم بيتكلم بما يرضي الله، بيحب النادي الاهلي، خايف على النادي الاهلي، فبيوصل الصوت ليه. فكان دي ضريبه احنا بندفعها، ضريبه فشل، ضريبه استهتار، ضريبه سوء اختيار، ايا كانت ضريبه فانت دفعتها، فانت تتحمل سوء اختيارك. ودي غلط، والغلط انت تستفاد منه، ما تاخدوش لا انا غلطت في كذا مش هعمله تاني. تمام. كل الدعم للكابتن حسين عموته، احنا في ظهره واحنا معاه، واحنا واثقين في لعيبتنا، واحنا بنحب فريقنا، واحنا في ظهر مجلس ادارتنا. بس انتوا شفتوا الاختيارات بتاعتكم وصلتنا لايه، وشفتوا الجمهور لما كان بيتكلم بيقول لكم بلاش فلان وبلاش فلان، طلع كلام الجمهور هو الصح. الجمهور هو نبض النادي، هو قلب النادي. جمهور النادي الاهلي رقم واحد، اهم من اي حد، مع احترامي لاي مسؤول في النادي الاهلي. واشوفكم على خير، واسف على الاطاله. واخر حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.